السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا من كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب لفت عمرو اشرف. بحب اشكر كل الناس اللي بتدعمنا وكل الناس اللي بتقف جنبنا، كلكم والله اخواتي وفوق دماغي. النهارده وبدون اطالة داخلين في موضوع كويس قوي. كذا حد من الفانز كلموني ان انا اتكلم عن الموضوع دون، وقالوا لي يا عم عمرو احنا عايزينك تتكلم عن الموضوع ده لانه هو يعني مستفز شويه للغواة وللغية المصرية عموما. طبعا دخلت وشفت بنفسي وشفت اكتر من فيديو، والفيديو كان فيه كلام استفزازي شويه وكلام بيدل اللي مش فاهم، كلام يدل اللي خبرته قليله عن الحمام. فانا النهارده جاي اتكلم عموما واعرفكم يعني ايه هو الحمام الغزار المصري، ويعني ايه الحمام ده اتحط له اسس مواصفات قياسيه احنا بنحاول نخليها موجوده في حمامنا، وبنحاول نخلي حمامنا قريب جدا من الصح ومن المواصفات اللي احنا ورثناها من الغوايه اللي كانت قبلنا. قبل اي كلام وقبل ما نخش في الموضوع، يعني احنا يعني مش عارف بصراحه اقول ايه. الواحد طبعا زعلان جدا على الحاجات اللي بتحصل في اخواتنا في فلسطين. طبعا بعزيهم وبقول لهم ربنا يكون في عونكم وانتم اقوياء، وان شاء الله بامر الله ربنا ينصركم على اليهود، واحنا معاكم ومدعمينكم وفي ظهركم. وطبعا عايزين نقرا الفاتحه لكل الشهداء اخواتنا في فلسطين، فهنروح نقرا لهم الفاتحه ونرجع لبعض تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. واعلموا أن عدوكم لا يفهم إلا لغة واحدة، هي لغة الحراب، هي لغة القتال، هي لغة الجهاد، هي لغة السلاح. واعلموا أن 1000 قذيفة من كلمة لا تساوي قذيفة واحدة من حد. رجعنا مع بعض تاني يا جماعة، والله يرحم كل اخواتنا وكل حبايبنا في فلسطين. ربنا يكون في العون، وان شاء الله بأمر الله ربنا يعديكم من الأزمة دي على خير. موضوع النهارده يا جماعة موضوع شيق، موضوع كويس، وعايزك بس تركز في تفاصيل فيه علشان تفهم قصدي من الموضوع. في شاب عايش في غالبا الامارات، وهو ماسك مزرعه. في حد من المشاهدين والناس المتابعين للقناه، اكتر من واحد بعت لي فيديوهات لي وقال لي عم عمرو ان هو بيقول ان مفيش حاجه اسمها تقليب، مفيش حاجه اسمها ضريبه فرد حمام، مفيش حاجه اسمها اساسيات في الحمام الغزار. هو قصدي كلامه كله ان الحمام الغزار ده بزراميط ملوش اساسيات، يعني حمام متهجن او حمام بلا اساسيات، ملوش اسس اتحطت ليه. احب اقول لكل بقى الغواة اللي عندها الاعتقادات دي وعندها اعتقاد ان الحمام اللي موجود عندنا دلوقتي ده او اللي احنا بنقول دلوقتي ده حمام بزراميط، او حمام يعني جاي من اي حاجه على اي حاجه، اي يبلق ياخد اي يبلق، يجيبوا اي حاجه وهو يبلق وخلاص. بصوا يا جماعه، الغايه دي احنا ورثناها من غواي قبلنا، الغواي دي ورثتها من غواي قبلهم، وتدرج الموضوع ده من الغواي القديمه، من الغواي الحديثه، ومن الغواي اللي اقدم منهم. احنا خدنا منهم تقليب الحمام، شكل الحمام، ورثنا منهم الحمام عموما اللي موجود ده. ممكن يكون الحمام اللي احنا بنربيه ده ما كانش شبه الحمام القديم اللي هم كانوا بيربوه في وقتهم، ممكن يكون قل، ممكن يكون زاد. انا كعمر مش هقدر احدد ده لان انا ما كنتش عايش في عصرهم، فانا هقول لك اللي انا شايفه قدام عيني اللي موجود عندي. الحمام اللي انا شايفه قدام عيني وبالكتب اللي انا قريتها عن الحمام وبتقليب الحمام اللي عرفناه من اللي اكبر مننا، الحمام ده هو نفس الحمام القديم، ولكن في حاجات اختلفت شويه في التقليب، او في صفات ضاعت في التقليب. خلينا يبقى كلامنا في وضوح شويه عشان اللي بيتفرج يبقى فاهم.
يعني في نمر معينه في الحمام الغزار المصري ما بقتش موجوده في الحمام، او صفات معينه ما بقتش موجوده في الحمام. دي كانت موجوده زمان بكثره، كانت موجوده كتير، لان الحمام ده والخامات دي كانت موجوده كتيره. دلوقتي قلت. طب قلت ليه؟ لان احنا كغواه حصل عندنا حاجه غريبه او مشمئزه، يعني عامله جدل جامد في الغيه، ومخليه كده الغيه على طول في نزاع وفي ترددات غريبه. وايه هي؟ ان فجاه تلاقي لون او لونين او 3 الوان طلعوا ترند بمنظر معين او بشكل معين، الناس عايزه الشكل ده. زي مثلا الحمام ابو عض قصير قوي. احنا قلنا ان اللبلق لازم يبقى ليه خارجه، لازم يبقى ليه خارجه، لازم يبقى ليه خارجه، ما ينفعش دماغه تدور، ما ينفعش عظمه يبقى جوه دماغه زي الصافي، لازم يبقى ليه خارجه، وعظمه يكون عمران ما يبقاش فاضي، وعظمه يبقى على قد نافوخه، قد نافوخه، ودماغه تكون مزحلقه من ورا. ده لبلق اللي نافوخه يبقى سليم، اللي نافوخه يبقى سليم. لكن يعني اتضح لينا في الفتره الاخيره وقبلها كمان ان جزء كبير من الغيه اتجه في مثلا في البول زي الشربنادي مثلا والبول السود، اتجه للحمام اللي دماغه دايره قوي ووشه جامد ووشه قصير وقريب قوي من شدائه، كاد يكون تحس ان هو ابلق بس قالب صافي. يعني هو طوب ابلق بس هيئته وتكوينه مش بتاع ابلق، بتاع صافي. الحمام ده قعد فتره واخد شوط كبير قوي وطالع ترند قوي في الغيه، الناس كلها بتجري ورا الشكل ده، وبقى يجيب ارقام جامده، وناس كتير بعت اللي وراه واللي قدامها عشان تربي الحمام ده وتفرخ وتبيع منه لانه بيجيب فلوس. هنا الموضوع ده، طب انا بقوله ليه؟ الموضوع ده انا قلته اكتر من مره وناس كتير اتكلمت فيه. اللي عايز اقوله لك او اللي عايز ان انا افهمه لك ان الحمام والغيه بتاعتنا والحمام الغزار عموما ليه اساسيات، ما ينفعش ما يبقالوش اساسيات. في حاجات بتطلع وشكل بيبقى مرغوب فيه، الناس كلها بتجري وراه، ودي غالبا الغواه اللي بتبقى يعني واخداها بيزنس اكتر. لكن مش دي الغيه، مش دي الغيه. انت لو قعدت مع حد اكبر منك سنا واكبر منك في الغيه، وشاف الحمام القديم وعاشر الناس القديمه وحضر الخواجات وشاف الحمام اللي كان بيتربى زمان، وانت جيت وفرجته فرد مثلا نبله، قلت له ايه رايك في اللبلق ده؟ وهو شاف ان اللبلق ده ما فيهوش طعم الحمام القديم. اللي هو ايه؟ ما فيهوش طعم القديم، طعم الحمام القديم مثلا في عمران عظمه، في ركوب عظمه، في خارجه عظمه من نافوخه، في تطبيقه نافوخه، في لون ضريبته، في جفنه، في لونه، في تقريشته. يعني احنا كده اكننا بنوصف الشربوندو. ممكن انت تيجي توريه الشربوندو يقول لك فردحان ده كويس، توروا له يقول لك كويس، بس انا زمان شفنا حمام اجمد من كده، او انا شفت حمام اجمد من كده، او الحمام زمان كان اجمد من كده. يعني مصطلحات كتير بتتقال. الحمام اللي احنا بنربيه دلوقتي هو ابوه وامه واجداده هو الحمام القديم، بس هي في صفات ضاعت منه. فما ينفعش واحد يطلع يقول الحمام الغزار اللي انتوا بتربوه ده ما ضربته دي لو جه ضربته اي لون يبقى هو اصلا الحمام ده بزراميط، الحمام ده متركب، الحمام ده ملوش اساسيات. الناس ضحكت عليكم قالوا لكم بتوع زمان، قالوا لكم ان الحمام ده ليه اسس وليه المفروض ضربته مش عارف تبقى زيتي شكلها عامل ازاي، والجدار اللي حوالين النني لونه عامل ازاي، ومش عارف عيده عامل ازاي، هو وقفته. الكلام ده مفيش الكلام ده احنا الحمام ده يا باشا بيتركب، يعني ممكن يركبوا لك ويعملوا لك. مفيش الكلام ده، الكلام سهل لكن الفعل صعب. الكلام سهل لكن الفعل صعب. يعني انا مثلا هنا في لون زي الشربوندو، انا بربي شربنادي، يعني مثلا في نمره بحاول اظبطها معاهم وبحاول ان هي تبقى موجوده عندي في الفرخ، في الشربنادي وفي السود، بحاول اظبط الخد، اخلي الخد محرود ونازل كده اهو، محرود كده اهو وعريض وساقط. اهي نمره، جبت لك نمره واحده من تقليب مثلا اللبلق الاسود او الشربوندو او الاخضر او السكروطه، خدت لك نمره مشتركه فيهم، نمره واحده مشتركه فيهم. وتخيل ان النمره دي صعبه، تخيل ان النمره دي ممكن تفضل انت تشتغل في الحمام وشايف ان النمره دي قليله في حمامك، وانت عمال تنتخب الحمام اللي خده كويس لبعضه عشان تثبت الصفه دي، ويطلع واحد يقول لك الحمام الغزار ده ملوش اساسيات. يا راجل دي نمره واحده والغاوي بيتعب فيها عشان يظبطها تبقى موجوده في حمامه كله.
فانت تطلع وتقول الحمام الغزار ملوش مواصفات، وتفرجهم مراسله لونه زي الزواجل الفول كولر ومراسله برونيطه. يا راجل في مراسله برونيطه؟ الحمام يا جماعه، الحمام بتاع الزينه، الحمام ده بره هم اشتغلوا على الالوان دي، يعني الناس دي دارسه علم جينات ووراثه وفاهمين يعني ايه علم جينات ووراثه. احنا هنا في الغيه قليل مننا جدا جدا اللي اتعدوا على الصوابع اللي بيشتغلوا بالعلم. دي ممكن تكون احنا حاجه وحشه يعني في غيتنا وفي تربيتنا للحمام، وهم بره الغرب ماشيين بتفكير يعني متقدم اكتر مننا. ولكن الحمام له اساسيات وفي الوان ثابته في الحمام. الالوان دي طبعا اشتركت بدخولها على بعض لخلق الوان جديده من الحمام او لظهور الوان جديده من الحمام، ولكن الحمام ليه اساسيات. والناس القديمه اللي حطت الاساسيات للحمام دي ما كانتش بتقول الكلام ده كده يعني هبلا كده او بتقولوا اي كلام. الناس دي سبحان الله برغم ان كان تعليمها قليل بس كانت بتقول كلام بالفطره، تحس ان الناس دي دارسه علم جينات ووراثه. يعني هديكم مثال وده هيتحكى لي او قصه اتحكت لي من اخويا الكبير الاستاذ كرم فريد. قال لي في احدى المعارض اللي كانت بتتعمل، كان الحاج محمود عشماوي الله يرحمه، طبعا قامه كبيره جدا في الغيه، وكان يعني من الغواة المعروفه جدا في الاشربندق واللي ساب اثر جامد قوي في الاشربنادق. كان قاعد معاه اجانب في المعرض ده وكانوا بيتكلموا مع الدكتور عاصم الله يرحمه. طبعا الدكتور عاصم برضك علامه من علامات الغيه. فواحد كان بيتكلم مع الدكتور عاصم بيقول له الراجل ده على الحاج محمود عاشور، قال لهم الراجل ده يعني الراجل ده عنده علم الجينات والوراثه بالفطره. وهو ما كانش دارس العلم ده. لما لقاه بيتكلم وكان الدكتور عاصم بيترجم له كلامه اللي بالعربي لان اللي كان قاعد معاهم اجنبي فما بيتكلمش عربي، فانبهر بالكلام اللي كان بيقوله الحاج محمود عاشور الله يرحمه. فيا جماعه الغوايه القديمه او الجيل القديم اللي ساب لنا الحمام اللي موجود دلوقتي ده، الناس دي تعبت في الحمام جدا. الناس دي اشتغلت على اشكال من الحمام وحاولت انها تثبتها بالفطره، ولا كان في تكنولوجيا ولا كان في نت ولا كان في تصوير ولا كان في يوتيوب ولا كان في الكلام، ما كانش في الكلام ده. فما ينفعش يطلع واحد يقول يا جماعه ما الحمام ده ملوش اساسيات. ده كلام غلط، واي غو زيي بيحب الحمام هيرفضه. انا في طبعي ما بحبش اهاجم حد وما بحبش اطلع اتكلم في فيديوهات ان انا هاجم حد، ولكن انا ناس كتير كلمتني عن الموضوع ده، قالت لي يا عم عمرو لازم تتكلم عن الموضوع ده، ان في ناس كتير بتقول ان الحمام الغزار ملوش اساسيات وان الغوايه القديمه ضحكت عليكم، ومفيش حاجه اسمها اصل ده ضريبته زيتي، اصل ده ضريبته عراقي، اصل مش عارف ده ضريبته. بقول لك الكلام ده لا، ده الحمام اصلا بيتركب وممكن تركبه وتشتغل عليه وتعمل لون انت من دماغك. الكلام ده بيتعمل بس مش في الحمام الغزار بتاعنا. الحمام الغزار بتاعنا احنا استلمناه بشكل معين واحنا ورثناه بشكل معين وبنحافظ على الشكل ده. هقولها تاني، الحمام الغزار المصري، حمام الغزار المصري احنا استلمناه من الغوايه الاكبر مننا وورثناه من الغوايه الاكبر مننا بشكل معين، وهو دلوقتي موجود بنفس الشكل. صفات معينه قلت منه وبنحاول نرجعها تاني وبنحاول نحافظ عليه. مش هنعمل الشربندق ببورنيطه، مش هنعمل احنا الشربندق ببورنيطه اسكندراني زي اخواتنا في اسكندريه بيقولوا عليه، مش هنعمل احنا سكروطه بطرطور سروال عشان نبان ان احنا واو بنعرف نعمل اشكال من الحمام مختلفه. الكلام ده مش في الحمام الغزار المصري بتاعنا. الكلام ده مش حمام الغزار، الكلام ده ممكن يتعمل في الحمام الزينه وفي انواع معينه بتطلع من تهجينات وتركيبات الوان معينه، وهم بيقولوا له بيطلعوا عليه اسم، يعني التركيبه اللي بيعملوها بيقولوا لك اسم، زي الزاجل اللي طلع اللي هو الزاجل الستوي ستنسل. زاجل فيه الستوي ستنسل اللي هي التقريشه بتاعت الشربندق دي اسمها ستوي ستنسل في علم الجينات والوراثه. فاحنا ما ينفعش نعمل حمام ونبوظ الحمام الغزار بتاعنا بدخول حمام زينه عليه عشان نعمل شكل جديد ونقول بص احنا بنعمل ايه، بص احنا ركبنا فرد حمام شكله عامل ازاي. الكلام ده غلط. الشباب اللي بتحب الحمام، بتحب الحمام الغزار المصري واللي تحب تسمع الحكايات بتاعت زمان
وبتحب تقعد مع الغوايه الكبيره وتبقى متسلطنه كده لما تسمع قصص وحاجات جامده في النش وحاجات في الفرخ جامده، وكانش عارف ده كان عنده فرد حمام شكله، الحاجات الجميله اللي بنحب نسمعها في عادات الاهاب والكلام ده. يا جماعه الغايه دي جميله، غايه الحمام والغصار بتاعتنا دي جميله جدا. وحاولوا اي حد بيربي اي نوع من الحمام والغصار المصري الاصيل يحاول يحافظ عليه ويطوروا من نفس الباب، ما يدخلش باب تاني عليه عشان ما يهربش صفات اكتر من كده، عشان ما يهربش صفات اكتر من كده. انا اعترفت وقلت لكم ومعترف على الكلام ومصر على اللي انا بقوله، ان في صفات كتيره ضاعت من الحمام الغصار المصري بتاعنا بسبب اهمالنا وظهور حاجه اسمها موضه في الحمام. فالموضه بتاعت الحمام دي ضيعت مواصفات تانيه من الحمام. ده رايي، ممكن حضرتك تتفق معايا وممكن تختلف معايا، ولكن ده رايي. هتقولي زي ايه؟ واحد هيطلع في كومنت هيقول لي مثلا زي ايه يا عم عمرو اللي ضاع من وجهه نظرك في الحمام؟ لبلق زمان او اللي اتحكى لنا عليه او اللي الغوايه ربته زمان كان بخلع ايدين. فرد حمام تلاقي، بصوا يعني انا هفرجكم فرد هنا، عفوا بقى معلش، انا جبت لكم قشر بندق من الحمام اللي انا شغال بيه. يعني والله ما يعني الفرد ده انا اول مره اطلعه قدام الكاميرا، بس ده من الحمام اللي انا شغال بيه، وربنا يا رب يبارك للناس كلها. ده قشر بندق خلع الديل ده يا جماعه، بصوا يعني ده فرد الحمام ده فيه خلع ديل. ممكن الصفه دي يكون في غواية تانية ما بتركزش عليها وهي بتقلب الحمام. انا وانا بربي اي فرد حمام بحاول كل الصفات اللي اتعلمتها من الغواية الاكبر مني المها في النوع ده. مش شرط ان كلها تيجي في فرد واحد عشان الكمال لله وحده. يعني فرد الحمام ده هنقلبه مع بعض كده. فرد الحمام ده بسم الله ما شاء الله نموذجي من ناحيه التكوين، عظمه على قد نافوخه، يعني كويسه قوي، لونها كويس قوي، بس طبعا مش هتبان في الكاميرا، ممكن نبينها كده، نحاول تكون باينه. فرد الحمام ده قالل شويه او خاسس شويه، لان انا كنت مديله زغلول بحننه وبخليه يطلع اللي في جوفه، خليته يزق، فهو خاسس شويه، لكن هو وشه اقوى من كده. حمام الغزاره لما بيزق بيقل. يعني ايه بيقل؟ بيخس، ولما بيخس بيقل. يعني ايه بيقل؟ يعني مواصفاته بتقل، شكله بيقل. تمام؟ فرد حمام ده كل حاجه فيه كويسه، بس لو خده كان اعراضه وسقط شويه عن كده، ودي النقطه اللي كنت بتكلم فيها، ولو التقريشه زادت فيه شويه عن كده. لكن هو كل ما فيه يعني تبارك الرحمن، ده طبعا فضل ربنا. لازم وانت بتشتغل على الحمام بتاعك تبقى عارف ايه الصفات اللي ناقصاك ومحتاج تدخلها وتدعم بيها الحمام، وايه الصفات اللي عندك. انت راجل بتفرخ، اخترت ان انت تبقى تفرخ حمام وبعدت عن المشي اللي هو يعتبر جزء من الغيه، وقررت ان انت تبقى عندك سلاكه زي كده وتفرخ حمام. لا تربي حمام كويس في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، حمام قريب للحمام الصح اللي احنا بنتكلم عليه، لا اما يعني اعمل لك بقى غيه على قدك كده لو انت الموضوع عندك يسمح يعني، وطير لك كام فرد يعني يكون شكله كويس واستمتع بالحمام وطير، حتى يبقى ايه يعني كلفتهم على قدهم وما يبقوش مضلعين. لكن ان انت تغوى وتفرخ حمام قليل، صدقني في الوقت الحالي مضلع عليك. الكلام ده انا بقوله والله العظيم من قلبي، يعني بقى ما حدش يفهمني غلط، انا بتكلم معاك من قلبي. لا تربي حماميه كويسه لكل الشباب الصغيره، لا تربي حماميه كويسه تستاهل تعبك وخدمتك عليها وطلوعك ده ومجيتك من الشغل عليها، لا ما تربيش. واحد يقول لي يا عم عمرو طب ما يعني احنا برضك الامكانيات والحمام برضك كويس بيبقى سعره عالي. انا معاك ومتفق معاك في اللي انت بتقوله. ممكن يعني ما تبداش بفرد جامد قوي، بس ابدا بفرد وسط، ابدا بفرد يكون في نمر برضك من البيت، مش فرد حمام نمره كلها واقعه منه، عشان ما تاخدش وقت كتير. صدقوني النمره الواحده او النمرتين اللي بتقع من الفرد انت عشان تكملها له بتقعد معاك كتير.
الحمام الغزار بتاعنا حمام صعب، فرخه صعب في ايه؟ مش في انتاجه، في تثبيت صفاته وتبقى موجوده عندك في الحمام، انك تثبت الصفه وتبقى موجوده في اكتر من فرد عندك، هو ده اللي صعب. لكن الانتاج يا عم ما يزعلش مني، يعني ما حدش يفهمني غلط، ده اخواتنا الفلاحين بيفرخوا الحمام زي البط، بيفرخوه زي البط. الست بتبقى قاعده في البيت بتزغط بال100 فرد ولا الهوا. الفكره مش في انتاج الحمام، الفكره في ان انت تبقى فاهم انت شغال ازاي وبتثبت ايه وشغال على ايه وهياخد منك وقت قد ايه. ما تبقاش شغال عشوائي، تبقى شغال ببلان، شغال بخطه، عارف انت بتعمل ايه. لكن هتشتغل عشوائي ملهاش اي 60 لازمه. انا لما لقيت نفسي اخش في ترددات ولقيت نفس الموضوع هيفتح مني ولقيت نفسي اخش في اكتر من باب، قفلت القصه دي، رحت قافلها بسرعه، اختصرت نفسي. انا بربي لون 2 3 مش هدخل الوان تانية حتى لو روحي فيهم، حتى لو بص لو الغيه هتجنني، عايز اربي الالوان كلها. انا بحب الحمام ونفسي اربي الحمام كله، بس انا ما حدش يضحك على نفسه. هتاكل نفسك الاونطه؟ ما ينفعش. ربي لون 2 3 وركز فيهم، انك تحافظ عليهم وانك تعمل منهم حمام كويس قريب للصح. فيا ريت يا جماعه ما حدش يطلع يفتي، عشان الحمام يعني الحمام بحره كبير قوي، الحمام الغزار ده بحره كبير قوي والكلام فيه كتير قوي ما بيخلص. فاللي عنده معلومه يطلع يقولها ويفيد الناس. لكن يعني هتخلي الشباب الصغيره دماغها تروح شمال ودماغها تروح يمين عشان تكسب مشاهدات، او عشان انت يعني تعمل بروباجندا والناس تخش تتفرج على الفيديو بتاعك، ولا ملهاش لازمه. انا عملت فيديوهات كتير قوي هنا على القناه، وفي فيديوهات كتير قوي ما خدتش حقها من المشاهدات ولا زعلت. تعرفوا انا ما زعلتش ليه؟ لان انا طالع منشئ محتوى هادف، مش هدفي ده ولا هدفي ان انا اعمل بروباجندا، ده مش هدفي. انا بعمل محتوى لو واحد بس اللي شافه واستفاد انا هبقى مبسوط. انا بقول لكم اهو علنا، انا عملت فيديوهات كتير قوي هنا على القناه وما خدتش حقها في المشاهدات. لو هعملها مقارنه بناس كتير عملت فيديوهات تانية ملهاش اي 60 لازمه غير ان هي شتايم وقله ادب وانتوا كملوا الباقي. بس انا ما بزعلش، التاريخ بيعيد نفسه وبيذكر نفسه بنفسه. لما ربنا كده يتولانا والناس تبدأ تتكلم علينا، او الناس تقول الراجل ده كان حابب يفيد الغية، كان حابب يعمل حاجة، الراجل ده عمل فيديوهات كويسة زي ناس كتير. انا لما بتفرج على فيديوهاتهم وهم بطلوا يوتيوب في مجالات مختلفة بقول الناس دي كويسة جدا، الناس دي محترمة، الناس دي كانت حاولة بتوصل حاجة محترمة. فخلي دايما انت كده عندك ايه موضوع ان انت راجل هادف طالع تقدم حاجة معلومة قوية ليها باك جراوند، يعني ليها خلفية قوية، خلفية من المعلومات مثبتة وانت اشتغلت بيها ومعلومة اكيدة عشان تطلع تفيد بيها غيرك. غير كده الموضوع ملوش اي 60 لازمة، ان انا اطلع افتي واعمل موجة جامدة عشان اجيب مشاهدات. التاريخ مش هيذكرني في حاجة، بالعكس الموضوع هيجي عليا بالسلب. فيا ريت الناس تركز في الحمام بتاعها، ما تتشتتش، مالكش دعوه برزق غيرك، ركز في رزقك انت، ركز في حمامك، خليك قوي بايمانك بربنا، خليك دايما قريب من ربنا عشان ربنا يكرمك. دي من الحاجات المهمه جدا. وده كان موضوع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ممكن اكون انفعلت شويه في الفيديو بس عشان متضايق من تقليل الحمام الغزار المصري بتاعنا. الحمام الغزار المصري ده يعني مجاله زي ما قلت بحر ما بيخلص. طبعا يعني انا اتمنى ما كنتش طولت على حضراتكم، واتمنى ان انا ما كنتش يعني ازعجتكم، وببقى اتاسف في تاخير الفيديوهات. والله بتبقى ظروف الشغل والمعيشه، وشايفين طبعا الظروف اللي بتمر بيها البلد، فالواحد بيبقى والله نفسيته يعني مش قادر تطلع قدام الكاميرا. فاعذروني، وان شاء الله بامر الله اشوفكم في فيديوهات احسن من كده. كان معاكم اخوكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب مفتي عمرو اشرف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.